اهلا وسهلا ومرحبا بكم في القناه. ان شاء الله راكم كلكم بخير وعلى خير يا رب العالمين. خاوتي لا فيديو تاع اليوم راح نهضر على العقيقه، وراح ندير واحد التعليق على واحد لا فيديو شفتها تاع مؤثره ونمد رايي بكل صراحه. اول حاجه راح نقول لكم ما هي العقيقه على حسب واش نعرف وعلى حسب واش قريت. العقيقه هي شكر من الله على النعمه، يشكر الوالدين ولا المولود له، طريقة شكره لله، وهي هي ذبيحة يذبح الأب عن الذكر شاتين وعن الأنثى شات، وتتوزع ويتنحى له جزء من شعره ويتصدق به، يعني هي صدقة. بهذاك المولود يشفع الأبوين يوم القيامة، وبهذاك المولود يكون صالح ويكون يبعد عليه العين ويبعد عليه حوايج ياسر، يعني في عاداتنا نقولوها وفي الدين أكيد، لأنها سنة مؤكدة من سيد الخلق عليه ألف صلاة وسلام. وهذه عن عائشة رضي الله عنها، ذكرت أن الرسول عليه الصلاة والسلام في العقيقة تاع كي جاه الحسن والحسين ذبح شاتان وتصدق وأماط الأذى عن رأسهما، يعني نحى منهم هذاك الشعر ووزنه وتصدق به. والله اعلم، انا على حسب معلوماتي وعلى حسب واش لقيت. لكن البارح ولا البارح بدنا نشوف في اليوتيوب ان واحده مؤثره اللي هي سارة رجيل اللي تعرفوها الكل دارت عقيقه. هي قالت عقيقة، أنا ما شفتش عقيقة وما شفناش الذبح وما شفناش التصدق وما شفنا حد شيء. أول حاجة نقولها مبروك عليك ومبروك عليك الطفلة، وربي تتربى في عزكم إن شاء الله وتكبر في طاعتكم وتشوفها في أعلى المراتب ويفرحكم بها أكيد، والله لا يحرم واحد من الولد الصالح. لكن حاجة راح نهدرها وأكيد الناس كل هدرتها والناس كل رماركاوها، أن إحنا ما شفناش عقيقة. لأنكم انتم سميتوها عقيقة، أنا شفت حفلة رقصا وغناء وتبذير وحوايج، يعني بالك أغنى الأغنياء في الجزائر ما يديروهاش صراحة. يعني مع احتراماتي، المشكل أن وحدة كيما سارة ما نقدروش ننتقدوها لأنها فيها واحد الجانب هكا من جو سي با من الدرج في حياتها، ولا عندها وجهين، عندها وجه من قالها وجه تقبل الوجه اللي تقبل به الناس، من كثر ما فيها هكا خليوني نقولها الكلمة سيتيت ما نقدروش ننتقدوها صراحة. في العقيقة تاع بنتها البارح ولا البارح دارت الماكله بصحتكم، بصحه اللي جاو، ممكن دفعت البلاد درتها على الناس، ممكن كبرتي بالناس اللي تعرفيهم، هذاك حقك، يعني ما عندنا ما نهضروا. لكن انا اللي حيرتني الغناء، راكي دايره مش مغني ومش زوز ومش دي جي مثلا باش تزهي انت وعائلتك، وهذا من حقك، راكي دايره مغنيين الناس. يا ساره رجيل، الناس راهي كاينين، احنا نقولوا ربي يزيدك وربي يعطيك، بصح مش بالطريقه هذه. كاينين الناس نقول لك في الجزائر الناس فوق المال مالهم، ناس بسياخهم بمصانعهم، فريمون سي دي جون ريش. ونهار العقيقة أنا شخصيا نعرف ناس نهار العقيقة يديروا حاجة سامبل، الصداقة لهذاك الطفل دفعت البلا. عقيقة كما تعرف من نهار خلقت الدنيا والدين العقيقة باينة. من المفروض أنت في الحق اللي تكتبي عقيقة ابنتي كنتي تقولي حفلة فرحتي ببنتي مثلا نقبلوها، بس باش تخلطي حاجة فيها سنة مؤكدة وبينين شروطها والناس كل تعرفها، لأن ذوك ما بقاش للجهل، الناس كل راهي تعرف، ومن جد للجد للجد الناس تعرف. وتقولي وتنسبيها الكلمة عقيقة، تجيبي غناء وشطيح ومغنيين تاع سامحيني تاع كباريات افيك تو مي ريسبي للناس اللي تسمع فيه اكيد، وتنسبيها العقيقة مولودة ملايكة صغيرة مسكينة باش تنحي لها الأذى. رحتي يعني والله لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما لقينا ما نقولوا، ما شفناكش يا سارة رجيل. رحتي بهذوك الصوارد، رحتي درتي انت اكيد كنا نهضر كيما هكا راح تقولوا لي ما شفتيهاش وبينها وبين مولاها. لا، هي مؤثرة على الأقل كي تتصدق تأثري إيجابا على الناس. الناس راهي ما عندهاش، راكم تأثروا بطريقة سلبية جدا على الناس. كاين الناس مساكن ما عندهمش، تقولك وعلى أنا تاني ما نديرش كيما هكا، راكم غليتوا كيما يقولوها شرب على الناس. سبحان الله، إلا كان عندك ربي يزيدك، بصح أستروا رواحكم شوية، مش لهذه الدرجة. هذا التبذير وهذا الفوخ والزوخ صراحة. أنت راكي مش بنت مينيستر ولا راكي عادية سيتويان سامبل سيتويان، كبرتوا كي نعطينا دياركم قبل، يعني كان من الأجدر بكي. أنا تمنيت كون نشوف مؤثرة جزائرية نهار العقيقة رزقها ربي بعد حرمان، وطلبتي ربي وربي استجاب لك وأعطاك، إن شاء الله يستجيب للناس الكل. كنتي تشكري بطريقة
مليحة لربي، يعني مش بهذيك الطريقة الملايكة جديدة في الدار. وهذا أكيد رأيي الشخصي. اكيد راح تقولوا لي وش دخلك، انا راني قاعده نمد في رايي على حاجه مش نورمال شفتها. قلت لكم لو كان ما حطتش اسم كلمه عقيقه والله ما نهضروا، ما نقولوا فرحه بنتها ربي سهل لها اللي في يده كل يوم عيدوا. اما تكتبي كلمه عقيقه وديري هذا الشيء كل لان من بعدك تخلطت ولا تشطحوا نساء ورجاله مع بعضكم والغناء والشطيح، يعني سامحيني ما مش بالطريقه هذه. وبما انك انت مؤثره كنت قادره تديري صدقه مثلا، تروحي ما على باليش انا تتصدقي بهذاك الذبايح اللي ذبحتيهم للناس، تروحي تطلي على ناس ما عندهمش، ناس تدفعي دفعه البلاء على ناس تحتاجهم، لان يا سراجيل هذيك ما هيش حياتكم الحقيقيه، راكم كل شتاكم مصطنع، لان انت حياتك هذه حياتك. هذا رأيي مديته بكل روح رياضية، نتمنى تقبلوه مني. أكيد راح نقول لك ربي يكبر لك بنتك في طاعتك وربي يحفظها لك وإن شاء الله تزيدي عليها، ولكن نقصوا شوية من المظاهر والكذب والفخفخة والفخر، لأن مش هذا هو طبعنا ومش هذه عاداتنا. وهذا مش راح نقول أخوتي وما تفهمونيش غلط، هذا فقط رأيي، لأن كاين الأغنياء وما داروش كيفكم للأسف. ناس ولات غير تاع مظاهر، كلش بيبليسيتي، كلش شوفونا يا ناس. هذا واش نقول اخوتي، ونتمنى تفهموني والسلام عليكم.